خروجتنا النهارده يا جماعه انا والولاد لوحدنا تماما. فطبعا مش عارفه بقى هنقدر بقى نعتمد على نفسنا ونروح ونعرف نرجع ولا لا. اختي كاتبه لي العنوان في ورقه. المكان اللي انا فيه جديد بالنسبه لي، يعني مش هو نفس السكن زي ما قلت لكم قبل كده اللي انا متربيه فيه، فالعنوان جديد، كل حاجه جديده. اختي كاتبه لي العنوان في ورقه ورقم التليفون ومجاني تليفون. هلاقيني زي ما قلت لكم التليفونات بتاعتنا مقفوله، ما هي مفتوحه بس طبعا ما اقدرش احط فيها شريحه، يعني فاهمين؟ فربنا يسهل يا جماعه. خلينا بقى نشوف هنقدر نعتمد على نفسنا. الولاد طبعا انا خارجه لوحدي، هقول لكم بسببين هقولهم لكم لما نوصل. قطعنا التذكره يا جماعه بتاعت المترو. طبعا احنا كنا مش عارفين المحطه اللي احنا هننزل فيها هل هي السادات ولا جمال عبد الناصر، انا متردده بين الاثنين. فطبعا سالنا وبعض الناس قالوا لنا السادات وبعض الناس قالوا لنا جمال عبد الناصر، فرسينا في الاخر على جمال عبد الناصر. خلينا نشوف، ربنا يسهل بقى ومش هتحرج قدام عيالي ان انا مش عارفه حاجه. بس والله ما عارفه اركب بجد، يعني انا ربنا يسهل. انا كنت بركب مواصلات وبروح وكل حاجه. فخلينا نشوف رايحين فين، وما نوصل هحكي لكم انا رايحه لوحدي ليه، ايه السببين اللي انا رايحاهم لوحدي، هحكي لكم كل حاجه. خلينا مع بعض يا جماعه. نكون وصلنا محطه جمال عبد الناصر. طبعا يا جماعه انا جيت لوحدي انا والولاد، لان بصراحه اختي من ساعه ما جيت وانا تعباها معايا مشاوير، تعباها معايا مشاوير والله ما بتقعد خالص. وانا كمان من ساعه ما جيت ما بقعدش، وبعدين ماما تعبانه، يعني انا جايه عشان ماما برضو مريضه محتاجه لحد يقعد معاها، يعني فلازم حد يقعد. لما ببقى مشوار بحتاج اطلع انا والولاد كلنا واختي معانا، تبقى مشكله لما بنسيبها لوحدها. فالنهارده انا مش مضطره ان انا اخد اختي معايا، خليها تقعد بقى في البيت ترتاح لها شويه. وانتوا عارفين طبعا المشكله بتاعت الاوراق بتاعتي، فما كناش بنقعد في البيت خالص. جينا ليه بقى هنا بالرغم ان احنا جينا قبل كده؟ بسمله طبعا كانت مصوره صور حلوه قوي قوي، ومصوره اخواتها ومصوره معانا ومصوره مع العيله والكلام ده كله. الصور كانت على الكاميرا، عندها زي اداه كده بتحطها بتنقل من على الكاميرا للموبايل. نقلتهم، وبعد ما نقلتهم ما لقيتش ولا صوره، الصور كلها راحت. فطبعا كانت مشكله وزعلت والله يا جماعه اليوم ده يعني كان مش قادره اقول لكم كان يوم ايه. لما لبست لقيت الصور فضلت كذا يوم صاحيه وتحاول وتحط برامج اللي هي استعاده صور. فعشان يعني ما تزعلش قلت لها انا هبقى اوديكي نفس المكان بس ما اخلص اوراقي الاول، تتصوري في نفس الحتت اللي انت اتصورتي فيها. عشان كده جبتهم بقى هنا النهارده. طبعا مش عارفه هياكلوا فين، هندور على مكان ناكل فيه، فخلينا بقى نشوف. ثانك يو. طبعا هم عجبتهم جدا جدا مشوار وسط البلد دوت. على الولاد يا جماعه عايزين يجربوا كرم الشام، لان احنا المره اللي فاتت جربنا جاد، فخلينا نجرب المره دي كرم الشام. هيكون نظامه ايه؟ هنا باين مدخل يا جماعه. رحنا كرم الشام على اساس ان احنا هناكل، بس لقينا زحمه قوي، مفيش ترابيزه فاضيه، لازم نقف مده لحد ما نلاقي مكان فاضي. فمتجهين بقى كده هنرجع تاني عند جاد. طبعا يا جماعه عند جاد هنا ده ليه ذكريات كتيره قوي. انا والمرحوم جوزي كنا دايما بعدي عليه في الشغل في مسبيرو، كان هو شغال في مسبيرو، فكنت بعدي عليه في الشغل دايما ونرجع نيجي نتمشى بقى في وسط البلد هنا وناكل. فالمكان هنا ليه ذكريات كبيره قوي عندي. من يا بسمله لما كنت باجي انا وبابي هنا كنا بنقعد على انهي ترابيزه؟ انا عارفين انت خمن. جنب الشباك. والله بجد صح. عرفتوا ازاي؟ انا عارف والله ما قلتلهمش يا جماعه. انا فعلا انا مش عايزه اجيب عليها عشان في ناس قاعده. كنت بتمنى ان عشان رومانتك. اول حاجه مش ولا حد ولا قدام حد. تكون هناك في البتاع. وكنت بحب اقف جنب الازاز عشان نبقى باصين بره. مش عايزه اجيب على المكان عشان في ناس قاعده. شايفاكي. اتنين ليمون مظبوط. هنا ميرسي قوي. ده الاورنج تمام اهو.ไม่ตอบนะไม่กูถ่ายได้จริงอย่าแย่งซีนเยอะได้รูปแล้วตั้งอย่างถ่
ทำไรอะลิงอันไหนมิกซ์อันนี้น่าถ่ายด้วยลิงไม่เอาไม่เอา اتقان بيجرب ام علي يا جماعه لاول مره. سخنه خلي بالك عشان ده طاجن صغير. دوق تاني اول طلعه مش سخنه قوي. دول بقى عايزه اقول لكم لو كلم ام علي دي حلوه صح؟ مبشر هيجرب ام علي لاول مره. سخنه سخنه. طب خد من تحت فيها مكسرات. حلوه لذيذه يا جماعه. اكلتها في مكان تاني بصراحه بس ما كانتش حلوه، كانت عباره زي عيش شويه. سامعه زي عيش شويه. لو انت تفتكر انا كنت بعملها لكم في مصر يعني، كنت بعملها لكم في تايلاند بس بقالي مده ما عملتهاش. انت بتعمليها بالكلاكر بالظبط كده صح؟ حلو. بس دي بقى المكونات الحقيقيه، المكونات الاصليه. حلوه؟ طب الحمد لله بالهنا والشفا. بسمله بتجرب ام علي. طعمها ايه بسمه؟ حلوه؟ الحمد لله بالهنا والشفا. حلوه ولا بتقولي كده؟ ايه؟ بعد خلاص. عشان شبعتي. تمام. هو الحاجه وواحد شبعان طعمها بيبقى مختلف. شبعانه وعماله تاكل، شبعانه وعماله تاكل فيها. طبعا محدش كل البيتزا يا جماعه. بتضحكوا على ايه؟ بص العيال بيضحكوا عليا ازاي؟ بيضحكوا على ايه؟ الله حقنا. عشان بيضحكوا عليا يا جماعه. عارفين ليه؟ علشان انا شلت بقيه البيتزا محدش كلها. طب ما خساره البيتزا محدش كلها. وايه المشكله ان انا اخد البيتزا؟ بص العيال بيقولوا لي ايه؟ تريقوا. بص العيال بيقولوا لي طب ما حدش كلنا. تريقوا. حق. يلا بدفع فلوس ولا بفري؟ بدفع فلوس ولا بفري؟ طيب خلاص يبقى حقي. البيتزايه ما حدش كل منها خالص. حقي يا جماعه اخدها ولا لا؟ ايه المشكله؟ العيال بيقولوا لي احرجتينا عادي. ايه المشكله؟ وبعدين انا ما خدتهاش، انا قلت له لفها لي. وبعدين يا جماعه انا جايبه كمان لماما واختي في البيت يعني. جبت لهم نفس ما احنا اكلنا، انا جبت لهم هم برضه. عبايه حلوه قوي يا جماعه بره. دخلت اشوفها، دخلت اتفرج. المره اللي فاتت كنا شفنا مكان كده بيبيع سناكسات وحاجات، فبسمله كانت عايزه تجيب، فطبعا ما لحقناش ما عرفناش، فهي عايزه تمشي من نفس المكان اهو تقريبا هو اللي جاي ده. طبعا احنا دخلنا كذا شارع لان هو ده صح. تمام. لان الشوارع كلها يا جماعه شكل بعضها بالظبط، فالواحد مش عارف. كنت مش عارفه اوصل، فخلينا بقى نشوف عندهم ايه. انا خلاص حبيت حلويات كده على سناكسات على كده تشكيله يعني لاختي وماما في البيت، بلس كمان جبت للولاد هناك في تايلاند هاخدهم معايا يعني. قالوا بقى يعني دلوقتي بقى احنا متجهين للمكان اللي الولاد اتصورت فيه المره اللي فاتت. هنا شكل البنايات مختلف تماما عن شكل البنايات في تايلاند، خاصة هنا في منطقة وسط البلد يا جماعة، بسبب ان بعض البنايات بتبقى قديمة جدا، فالتراث بتاعها بيبقى حلو قوي. يا قلبي بص بتشرب والله كتر خيره، حاطط لها مية، ربنا يبارك لهم يا رب اللي حاطين. فالبنايات بتبقى شكلها تراث قديم قوي، فبتبقى جميلة بصراحة، بتبقى تحفة يعني. فالولاد بقى طبعا مبسوطين بالموضوع وبيصوروا.
هنجرب بلبن يا جماعه. بقول لك يا حماده. تعال اهو لبن. تعالوا بقى نجربه. تاكلوا ايه، ايس كريم ولا تاكلوا ايه عند بلبن؟ الولاد فرحانين يا جماعه، مش قادره اقول لكم. بصوا عمالين يجروا ويضحكوا. حاسه ان هم بقوا فريش كده عن الاول، عن الاكتئاب اللي هم كانوا فيه. بعدهم برضو عن المكان مهم قوي. والله حاسه ان هم غيروا، يعني بقوا بسنهم يا جماعه، بقوا عايشين سنهم. تحس ان هم اطفال. والله فعلا الفتره الاخيره اللي احنا قعدنا فيها، فتره الوعكه الصحيه اللي كان فيها باباهم لمده 5 سنين، خلاهم شالوا الهم وشالوا المسؤوليه بدري بقى، كبروا. يعني خلاهم كبروا بدري بدري. يعني حتى الناس لما بتشوفهم هنا في مصر بيقولوا احنا لما كنا بنشوفهم على السوشيال ميديا كنا حاسين هم كبار. يعني حتى بسملك شكلها كبير، الولاد شكلهم كبار. يمين في يمين كده انزل. فانا حاسه ان هم يعني عاشوا دلوقتي بقوا في سنهم الطبيعي، ان هم كمان يبعدوا عن المكان كله بيفكرهم بباباهم. برده ما كانش سهل عليهم. باباهم متوفى برده، هم يعتبروا كانوا لسه صغيرين، ما شبعوش منه. والصدمه اللي احنا كنا فيها يعني احنا مرينا، واللي حصل من عمامهم الى اخره. يا جماعه احنا ما مرينا بظروف صعبه كتير قوي. حاسه هنا ان الولاد، يعني والله بتكلم وعايزه اعيط، حاسه ان الولاد يعني بقوا فريش عن الاول بكتير. يعني حاساهم اطفال، حاساهم عايشين سنهم، عمالين يجروا ويلعبوا ويتنططوا ويضحكوا. ها حلوان المخ. لا انا لازم هنا. يلا وروني هتلبسوا ازاي. انتوا وروني انا. خدتهم فسحتهم فسحه كده ب4 جنيه. اسال بقى انت لو جدع، يلا شاطر، روح انت اسال بقى.